السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقولك ازاي تعملي الحواوشي في البيت بطريقة اقتصادية وناجح في 100% وأحلى من المحلات 100 مرة، مش زي المحلات، طبعا أحلى بكتير. ولو أول مرة تعمليه هيطلع معاكي ناجح 100%. هنبدأ على طول. أول حاجة كده ربع كيلو لحمة، طبعا يكون فيه دهن، يعني ربع كيلو ممكن 50 جرام من الدهن، تفرمها كويس. بصلاية كبيرة مفرومة، وقرن فلفل حامي، وقرنين فلفل بارد. وكل ما تحطي حاجة تعجني كده، لازم طبعا تعجني. لو عندك بيكنج باودر، طبعا التوابل اهي، توابل حواوشي وفلفل اسود وكمون وكزبره، وطبعا ربع من البيكنج باودر. وهتعجني برضو الخلطه دي كويس جدا. وهتكوني طبعا مقطعه طماطمايه. بص انا بعجن ازاي، بص الخليط بتاعي كان يعني من كل التوابل والحاجات اللي انا حطاها اتعجنت معايا. ودي طماطمايه، اهم حاجه تشيلي منها الميه وتعجني. طبعا بيزود معاكي الكميه، شايفين كان الربع كيلو لحمه قليل وزاد الكميه. والبصل برضو مش كتير، وطعم اللحمه هيبقى واضح معاكي. هعجنهم طبعا كويس جدا كده بايدي. وبعد كده بعد ما اعجن خلاص، انا خلصت. بعد ما اعجن هجيب طبعا العجينه، هكورها كور كده على حسب الكميه اللي هحطها في الرغيف الحواوشي. وهي طبعا انا كورت كوره، هكورهم بقى كلهم كده. انا ماسكه التليفون بالايد التانية. وهجيب طبعا العيش، هفتحه من الجنب كده بالمقص. وهجيب الكوره اللي انا حطيتها وفي النص الرغيف. وبعد كده بعد ما ادخلها طبعا في نص الرغيف، وهوزعها كويس جدا جدا كده، بحيث ان هي تملأ الرغيف من جوه. ما افتحش فتحه كبيره عشان وانا اقلب الرغيف ما يطلعش مني الخلطه. تمام اهو. هعمل طبعا كل الكميه اللي معايا كده، وهخلصها وهقول لكم طبعا هنعمل ايه. خلاص كده طبعا انا بعد ما خلصت اهو، شايفين طبعا الرغيفه اللي انا عملتها مليتها كلها. وهروح طبعا على معايا طاسه تيفال وعلى النار واسخنها كويس جدا. ونقطه زيت، بصوا يعني نقطه زيت قليله كده اهو. وهوزعها في الطاسه. وهجيب الرغيف، ان انا بس اهم حاجه تسخن كويس جدا. وهنزل بالرغيف اهو. هو مش هياخد، انا مش حاطه ماده دهنيه خالص في الرغيف. وما تخافوش يعني الناس اصحاب الدايت، ممكن تحطي الرغيف في ورقه سوليفان وتدخليه في فرن البوتاجاز من جوه، هيطلع معاكي برضو بالمنظر ده. هقلب طبعا من الناحيه التانية، شايفين مفيش دهون خالص، مش بينزل دهون. يا دوب هي نقطه الزيت، هتقلبي من الناحيه دي والناحيه دي، مش هيكون معاكي كتير. فانا هفضل طبعا اقلب من الناحيه دي وهقلب من الناحيه دي لحد ما اخلص الكميه. شايفين طبعا اللون والجمال، حاجه كده عظمه يا جماعه. والريحه ما اقولكمش، بجد خطير. هعمل معاكم اخر رغيف عشان طبعا تشوفوا الشكل بنفسكم اهو. هقلب كده، طبعا هو سخن، وهقلب اهو الطريقه. عادي تحطيه على الناحيه دي او الناحيه التانية، هيبقى معاكي بالشكل ده. وبعد كده بعد ما اخلص طبعا الكميه كلها جنبي، هطلعها على منديل او على رغيف عيش ما يكونش فيه، عشان لو فيه زيوت ولا اي دهون تنزل خلاص. طبعا على المخلل طبعا اللي هناكله، حمرت شويه بطاطس، وطبعا الطحينه والسلطه البلدي. وبكده طبعا هتعشي وجبة اقتصادية جدا جدا. شايفينه بجد والله العظيم كان جميل جدا. يعني انا من ساعة ما بقيت اعمل حواوشي في البيت مستحيل اجيب حواوشي من بره نهائي، لان الطعم بجد خطير، هيفرق معاكي. وبكده طبعا وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو انزلوا حطوا لي لايك واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني، واستنوا مني فيديوهات تانية كتير. بحبكم جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا، هتوحشوني. يلا باي.